هذا يقول له جايينكم، وهذا يقول له جايينكم، وهذا يقول له نقلع بابكم، وهذا يقول له نكسر باب. هذا الرجال مو كسر باب عائشه، نزع الباس عائشه، نزع الباس عائشه كذي. دقيقه بس، دقيقه اخوان، نرجع اتكلم عن نفسي. تدري انت واحد من يتكلم عن نفسه لازم يعني ينطي حقه. ايوه، هذا الرجال، هذا اللي هو اني، مو بس كسر باب عائشه، نزع الباس عائشه وحطه كذي على العلم، كذي سوى لي السنه كذي، قال هذا الباسمكم عائشه. من يثبت انه هي شريفه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وانا اعلن تسنني؟ شوف التحدي، يسمونه تحدي قذر، لان بكتب السنه هذا التحدي. يعني من يستطيع ان يثبت لي ان عائشه شريفه في كتب السنه؟ من؟ لان انا عندي العكس، كتب السنه تقول امراه مو شريفه نازعه على الباسه وتسوي كذي، كذي والله كذي. طبعا كلمه اللباس تقال على جميع الملابس وتقال على قطعه واحده من الملابس، وانا ما حددت، فكل واحد يفهمها بالطريقه اللي يعجبه. بالنتيجه انا ما حددت ماذا اقصد. فانت اذا تجي على كسر البيبان وهالسوالف هاي السخيفه، فانت اذا تريد تكسر باب الشيعة اتكلم بالطريقه العلميه اللي احنا نستخدمها، طريقه الكلام، طريقه الادله العلميه، طريقه عرض الادله، عرض الروايات، وبين قوتك تجاه هذا الدين. اما استعمال هكذا على اناس ابرياء ما لهم دخل، وفي وضع رياضي، من المفترض الوضع الرياضي ما يدخل بهذا الموضوع، ما يعني ما من المفترض نصل لهذه المرحله. بس بعد انا كما قلت الموجود اثنين، موجود شحن ديني وموجود شحن طائفي. الشحن الطائفي السياسي هو الاكبر، الشحن الديني نقدر نقول هو 10%، 15%.